ركز معايا لان هكلمك كلمتين مهمين جدا لازم يتقالوا في التوقيت الحالي. الكلام ده لو ما اتقالش في الوقت اللي انا بكلمك فيه ما ينفعش يتقال قدام بعد كده، لانه مش هيفيد بحاجه. هو حاليا برضه انا مش هكدب عليك ممكن ما يفيدش بمنتهى الامانه لان خلاص الوقت ازف، لكن انت خلاص مضطر تقوله. ده وقته، مش هكدب عليك، انا شايف ان ده افضل وقت ممكن اقول لك فيه الكلمتين دول. الا وهو زي ما انت شايف كده في عنوان الفيديو: ولا يوم من ايامك يا حسني. حرفيا بعد اللقطات اللي هعرضها لك والفيديوهات اللي هتشوفها اكيد هتتفق معايا، لان اكيد رايي اللي انا هقوله لك دوت في ناس بتأيدني فيه، واكيد الراي التاني او الناحيه التانيه هلاقي ناس بتختلف معايا فيه. لكن بعد اللقطات والفيديوهات اللي هتشوفها دي استحاله تختلف معايا. بعد الفيديو ده انا متاكد ان هلاقي كل الناس كاتبه في الكومنتات: ولا يوم من ايامك يا حسني. شوف يا سيدي، ركز معايا، خلينا ابدا لك باول فيديو. اتفرج على اللقطه ديت كده مثلا وانت تشوف. شايف التصويبه؟ شايف وش الرجل؟ شايف كتمه وش الرجل في الكوره بتاعت حسني؟ شايف الكوره اخترقت شباك كمين ازاي؟ بص، عشان نتكلم بمنتهى الامانه، انا ليه بقول لك اليومين دول بالاخص ما نقدرش نتكلم الكلام ده تاني قدام، وليه ده افضل وقت نقول فيه الكلمتين دول؟ لان انت خلاص كاس الامم على الابواب، فهتلحق تعمل امتى وتلحق تغير امتى؟ انت اول ماتش ليك يوم الاحد اللي جاي. فانت عندك في نص الملعب حاليا اللي انا من رايي شايف ان التشكيل الاساسي بتاع منتخب مصر، خلينا نتكلم عن نص الملعب لان ده المركز اللي بيلعب فيه حسني. افضل ناس ممكن تلعب حاليا بالنسبه لي حمدي فتحي وامام عاشور واحمد سيد زيزو، لان احمد سيد زيزو لا هتقدر تلعبه مكان محمد صلاح ولا هتقدر تلعبه مكان تريزيجيه. فانت لعيب زي احمد سيد زيزو ما ينفعش بالكواليتي بتاعه يبقى قاعد على الدكه بمنتهى الامانه، لازم دي نتفق فيها كلنا. فتقدر توجد له مكان في نص الملعب. طيب مين افضل الناس برضو في رايي في المنتخب في التسديدات كقوه كتكنيك كدقه؟ في رايي تتفق تختلف براحتك، هو احمد سيد زيزو. انسى الانتماءات وانسى اهلاويتك وزملكاويتك، ده ما اختلفش عليها اتنين من رايي برضو. طيب يجي بعديه مين؟ امام عاشور. في التسديد زيزو اميز منه، اميز من الكل في الملعب. لكن في نفس الوقت بصراحه حسني كان في حته ثانيه خالص. يعني حتى زيزو وامام اللي عندهم دقه تصويب، عندهم قوه وبتاع وكويسين في التسديدات، ما عندهمش مهاره حتى الفاولات بتاعت حسني. حتى لو احمد سيد زيزو بيجيد انه يلعب فاولات، لكن لما تتفرج على لقطات زي كده شوف الفاولات اللي بيلعبها احمد ايه، حسني عبد ربه. لو جبت لك فاول واثنين وثلاثه و10 و20 هبهرك باللي كان بيسجله حسني عبد ربه من التسديدات بتاعته في الفاولات، او من احرازه بمعنى ادق للاهداف. من النوادر نسبه احراز الاهداف لحسني عبد ربه في الفاولات الخطر او القريبه من منطقه ال 18 تكاد تتعدى ال 90 95%. غير كده كمان حسني عبد ربه كان بيقدر يسجل من اهداف بعيده جدا. يعني بص مثلا الهدف دوت مسافه بعيده جدا جدا جدا، بص الدقه والتكنيك والكره محطوطه فين وراحه فين. فحرفيا انت في منتخبك بتفتقد لحسني عبد ربه، لان بمنتهى الامانه مش قادرين نعوض الكوارث ده خالص بقالنا فتره. حسني مش هتقدر تعوضه بامانه. الاهداف اللي بيحرزها، افتكاكاته للكوره، حتى مراوغاته، حسني حتى بيقدر من الناس اللي تقدر تعدي وتاخد الكوره وتزيد وتكسب مساحه في الملعب. انت حاليا دي بتفتقدها. انا هفضل مصمم في رايي سواء تتفق معايا او تختلف معايا ان حسني عبد ربه يكاد يكون من افضل 3 او 4 او 5 لعيبه في تاريخ قاره افريقيا في المركز بتاعه. دي بصراحه ربنا ده في رايي، تتفق او تختلف معايا فيه. انا عرضت لك لقطات اكيد لازم تخليك تغير رايك لو انت بتختلف، لان اللي انت بتشوفه بعينك ما تقدرش تنكره. لكن خلينا نشوف رايك في الاخر في الكومنتات، كنت تتفق معايا ان ولا يوم من ايامك يا حسني ولا لا. انا مش هكدب عليك، مش عايز اطول عليك في حاجه زي كده، وخلينا نشوفك في فيديو جديد. سلام.